السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع الأصدقاء والصديقات. اليوم بغيت نعاود لكم واحد القصة ديال واحد السيد وقعت له واحد القصة. يعني بنادم كيطمع ما كيحمدش الله على داك الشيء اللي عنده، كيبغي يدير شي حاجة خارجة القانون وخارجة شرع الله باش يدير الفلوس. يعني بنادم كيبغي يتغنى بأي طريقة، يعني كيما كانت، مهم يكون عنده الفلوس. هاد السيد سميتو اسماعيل. قصة ديال اسماعيل كتبدا هاد السيد هذا كان خدام فواحد المقبرة. نعم سيدي. يعني عايش فقير وعاطين واحد السكنة حدا القبور. يعني هذيك هي المقر ديالو فين كيسكن، عنده عائلته في العربية، والديه وداكشي في البادية. السيد يعني فين ما كيمشي يخطب شي بنت كيقول لها فين ساكن، اشنو كنخدم، ما كتقبلش ديك الخدمه ديالو. يعني ما كيرضاوش بديك الخدمه ديالو اللي مشى يخطبها، ما كتسمع القبور وهذه ما كتبغيش. السيد بقى خدام فين ما كيجي شي واحد كيبغي يحفر القبور كيحفر له ويعاونهم في الدفينه، كيدوروا مع الناس. المهم عايش بهذا الشيء هذا. كل نهار كيجي واحد يجي شي جنازه بغات تدفن ولا يحفرها ولا هذه، هو اللي كيتكلف لهم. المهم كيدبر على راسو في المصروف بخير. هادي كان جالس، جات شي جنازة، جاو معاهم واحد السيد لابس مزيان. هاديك كيجي لعند اسماعيل كيدور معاه، كيعطيه 200 درهم، كيقول له دير هادي في يديك وانت كضرب تمارة وهادي. المهم داز على هاد الشي هذا، مشى بحالو داك السيد، وهو بقى عاقل ان بنادم ملي كيعطيك شي حاجة وعطاك 200 درهم، راه داز مدة يضرب شي 7 شهور على داك الشي. كيولي رجع عنده نفس السيد، بقى كيهضر معاه، قال له شنو كدير، واش مجوج، واش هادي، قال له اشنو وقع لي واشنو وقع لي، كنبغي نتزوج، حتى وحده ما كتبغي تجي لعندي لهاد الدار هادي، ما كتبغيش يسكنوا معايا في هاد البلاصه في الخدمه ديالي. قال له يكون خير. المهم عاود غاب عليه هذاك السيد عدول. هو قال له انا راني عدول، راس صدح، قال له انا راني عدول، المهم انا غنوقف معاك وكذا وكذا. بقى كيعمر له راسو. دازت المده وكيجيش كيقول له لافير اللي غنبقاو نديرو انا وياك. السيد شويه بشويه تبدا كيبان عنده الطونوبيل. اسماعيل دار الطونوبيل، كيشوفوه الناس في الدوار غادي، هاد السيد دار الطونوبيل. يعني كيفاش السيد خدام في القبور ودار هاد الطونوبيل هادي؟ ما يمكنش. مع ذلك بقاو متابعينو الناس ديال اعوان السلطه، كيشوفوا كيفاش السيد خدام في القبور عنده طونوبيل كدير 20 مليون، كيبدلها كل مره تبانلو شي طونوبيل زوينه تيبدلها. ناض نعم سيدي، صافي بقى هكاك. السيد شي ناس كانوا عايشين في خارج المغرب، مهاجرين، والام ديالهم حتى هي من الام ديالها فرنسيه، الاب ديالها مغربي. يعني كان با عاطيها شي، كاتب لها شي بلاد في المغرب، بقات عايشه. ديك المره كبرت توفات وعندها ولادها هي عايشين في الخارج. من بعد ملي كيسمعوا امهم توفات، جاو دفنوا المراه، مشاو. هي هذاك السيد شنو كيديروا دابا؟ داك العدول كيتبع داك الناس اللي عارف عندهم الاملاك ولا فايسين، داروا عنده شي عقد ولا هادي ولا هادي. كيشوف ملي كيموتوا ديك الناس، كيمشيو كيجبدوا ديك الجثه ديال كيدفنوها، كيجيو تا الليل هو وصاحبه كيحفروا داك القبور، كيهبشوا على القبور، وهذا منهي عليه في الاسلام. كيمشيو نعم سيدي، كيقبضوا، كيديروا الوثائق ديالهم ديال ديك البلاد، كيقادوا الامور، كتبصم المراه، كيقبضوا كيخرجوا الجثه ويبصموا لديك السيد ولا ديك المراه اللي عنده ديك الاملاك، وكيقسموا هو وصاحبه العدول. هو مول لافير، والاخر مهم كيطبق معاه، يجبدوا الجثث وكيوليو يردوها. حتى حاجه ما كاينه، بنادم ما كيجي كيلقى القبور كما كان. المهم الجثه كتكون مازال جديده، وهما كيزربوا عليها ديك الليله. شوف على ولاد، اش تقول عليهم هادو؟ واش مسخط الوالدين؟ واش لا حول ولا قوه الا بالله. المهم
ديك الناس من بعد ما كانوا عارفين بلي امهم عندها واحد الارض وهادي ملي كيمشيو كيقلبوا على الارض كيلقاوها في السميه ديال اسماعيل. كيفاش اسماعيل ما عنده معاها قرابه، ما كتعرفو، ما عند زعما هي كسبات له البلاد بحيث دارت له هبه لديك البلاد، بحال اللي دايره له هبه لاسماعيل. يعني كل شيء هو الوثائق كيصاوبهم له في سميتو، دارت له هبه ولا بيع وشرا ولا. مشاو بقاو كيبحثوا كيقلبوا ان عنده الوثائق، البصمه ديال منا كانت في قيد الحياه. يعني مال بنادم غايب سمرة يعني ما عارفينش هما بلا راه السيد. ملي بقاو كيقلبوا ولادها مشاو داروا دعوة، جابوا اسماعيل عندهم. شنو منين جبتيها السيدة؟ راه وهبتها لك. كيشوفوا الوثائق داكشي مضبوط، كلشي مقادد. المهم بقاو كيقلبوا اسماعيل شنو كيدير في حرفتو. اسماعيل كيحفر القبور. السيد بقاو كيقلبوا عليه، يعني الشرطة داروا لونكيت ديالهم. السيد شنو كيكسب، شنو كيخدم، بشحال كيخدم كاع الناس. شحال اللي غيجي غيدور معاه كان كاع غيعطيه 100 درهم. انه هو خدام في ديك القبور كيكون كيتكلفوا بكل شيء، يعني دايرين له هو السكنه ديالو، كيخدم اي حاجه. هو اللي خصو يحفر، هو اللي خصو يقابل ديك الجنائز ملي كتجي. الناس اللي كيدوروا معاه وصافي ديال الجنازه وصافي. المهم بقاو كيقلبوا السيد خدام قدام. منين جاتك؟ جابوه. اجي انت منين جيتي؟ منين هاد السيده؟ اش كتجيك؟ اش كتعرفها؟ كانت بيناتكم شي صله قرابه؟ بقاو كيبحثوا في السيد، قلبوا عتاعية وما عنده حتى حاجة. ما كيجيبوه. يعني الانسان بقى كيدخل ويخرج عليهم في الهضره. لا كانت كتعرفني وشافتني فقير، بغات تعطيني هاد الفلوس هادي باش نولي بخير وهادي. المهم بقى جاري البحث ديال الشرطه، كيقلبوه ويستنطقوه. حتى في التالي تيقر نتايا عندك الطونوبيلات، عندك هاد الارض هادي وكتسوى الفلوس. المهم السيد في التالي كيقرر لهم. المهم هما ماشي غير هاد العمليه داروا بزاف د العمليات اللي جاو عارفينه. يعني العدول ديك صاحبو، العدول اللي دبر على اللي كيدبر على الهموز، كيتبع الناس، كيشوف الاحوال ديالهم. يعني عارف الناس اللي عندهم الاراضي واللي عارفهم، يعني كيكونوا حتى العائله ديالهم اللي بعيد. المهم كيعرفوا كيديروا خطه باش يعني كيعرفوا عندهم من يمشيو. ماشي اي واحد مشامس غيمشيو يقبضوا ويقلبوا ويديروا البصامات. يعني دايرين بزاف د العمليات بحال هكايا. من بعد كيقرر لهم السيد بلا انا خدام في القبور، ها شنو كنديروا انا وفلان. سيروا جيبوا فلان. لقاو بقاو كيبحثوا في القضيه، لقاوه نعم سيدي مغارقها، داير بزاف ديال المناسف. كيقبضوهم كيديهم كيعتقلوهم. ولا كان كيحجزوا لهم، لا كانت عنده شي حاجه حجزوا له على الاملاك ديالهم. وكيمشيو كيضربون عام سيدي الحبس. كتحكم عليهم المحكمه ب10 سنوات انها فيها التزوير. و وكما كتعرفوا ان التزوير مع الدولة، وتزور الوثائق اللي كتكون تابعة للمحكمة ولا تابعة للمقاطعة ولا راه كاين هذا فيها بزاف ديال الفصول. تحكموا ب10 سنين. السيد ما بقالو لا راس المال لا والو، كان خدام بعدا كيصور داك البركة. جا طاح عليه بنا كيما كيقولوا شفار، طاح على قمار. بقاو كيديروا هاد العمليات هادو تصدقوا غادي للحبس. ما بقات لا طونوبيل لا دار لا خدمة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الشيء راه كيوقع بزاف في هاد البلاد هذه السعيدة. يعني هذه راه قصة واقعية، ماشي من وحي الخيال ولا شي حاجة. المهم هذه قصة واقعية. ويعني باش بنادم ياخد العبرة وما يمشيش في شي حاجة غلط. ان راه الانسان يعني كل شيء كيتسالى. يعني بنادم وداروا محرم، واحد الحاجة محرمة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم،
باش بنادم يهبش القبور. يعني ما كيكونش شي تحويل ديال حتى اللي كيهبشوا راه كيكونوا كيحضروا علماء، كان جا شيما شي حاجه كيحضروا فيها علماء وباش كيعطيو ترخيص باش تمشي تهبش ديك القبور تحولوا ولا دير شي حاجه. اولا كتكون شي قضيه جنائيه والشرطه كيكونوا ما تاكدوش من شي عينات كيوليو كيجبدوا ديك الشيء بامر من يعني من وكيل الملك، ماشي غير يقبض بنادم ويمشي. يعني داروا جنحة كبيرة واستحقوا هاد الحبس وكثر. يعني ملي تمشي تجبد نتا القبور الناس يعني مدفون في القبور وتمشي نتا تهبش عليه وتجبدو باش تصور على ظهره الفلوس، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو كيقولك اكرام الميت ودفنه، نتوما كتمشيو تجبدوا السيد ولا السيدة من القبور ديالو كيكون يعني راه غير ربي سبحانه وتعالى ما يكون تما شي مالك يقبضك ويجرك نتا لداك القبور وتشوف ظلمة القبر. ولكن راه غادي يشوف الانسان ظلمة القبر والعذاب اللي تسناه. يعني كدير واحد جرائم في حق البشرية وجرائم في حق القانون اللي كتخدع عليه المملكة المغربية والدستور الإسلامي. يعني ديك الشيء راه محرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم هاد القصة هادي راني عاودتها لكم، يعني اختصرت فيها، هي راه فيها بزاف شويه ولكن اختصرت، حاولت نختصر باش ما نطولش عليكم القصه. وكنتمنى تعجبكم هاد القصه ان شاء الله، ودعموا اخوكم عبد المالك. ولا عجبكم هذا الكونسيبت ديال القصص نبقى نحط لكم مره قصه منين نكون هكا عاوتاني خرجات. شوفوا الاماكن السياحيه و تهلاو في راسكم. وتحياتي للجميع، احبكم في الله، تحياتي. ونتمنى ان شاء الله هاد العواشر وهاد العيد الاضحى يدخلوا الله عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله، ويتقبل الله ديك القربان. المهم واحد النقطه بغيت ندير واحد الخرجه بحال دابا في هاد القضيه. مع دابا راه احنا ما بقى لنا على العيد الاضحى، راه كنسجل هاد القصه، ما بقى لنا على عيد الاضحى الا بضعه ايام. يعني ما بقى قيل الا 10 ايام باش يدخل عيد الاضحى، باش الانسان ان شاء الله ياخذ على قد جهده. وراه كاين شويه ديال الغلا في السوق ولا في الكواره ولا في ديك الشيء. انا مشيت لواحد الكوري عندنا من العائله، شفنا واحد الحولي. المهم دابا نحط لكم واحد الفيديو ديالو ان شاء الله بحول الله قريب. المهم كاين شويه د الغلا، الانسان يشوف على قد جهده، وديك الشيء راه كيقدموا الله قربان لله عز وجل. يعني يحاول إلا كان في استطاعته وعنده الإمكانيات يشري أضحية مزيانة مليحة كما كان كيذبح النبي صلى الله عليه وسلم. كيكون كبش مليح أقران، يعني سمين، يكون سمين. يعني هذاك راه قربان الله. لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الانسان هذيك راه غير واحد القربان كتقدموا الله عز وجل، وما بنادم بلا ما يبقى يتباهى شي على شي. انا خديت بقدا وانا خدا غيطيح عليا اللحم ب100 درهم، غيطيح عليا ب15000 فرنك او لا كذا. ان هذا الشيء كنسمعوه في بزاف د البلايص، والناس هكا كيبقاو المعتقد ديالهم. يعني وما يبقاش التباهي، انا شريت بقدا انا خديت بقدا. يعني الانسان ياخذ على قدو ويستر ديك الشيء راه قربان، بحال واحد الصدقه كتقدمها الله عز وجل. سرها وتكون مليحه، راه المليح باين على وجهه. اللي ما عندوش ياخذ على قد جهده وديك الشيء اللي كتب الله كيدوز. العيد راه عيد الاضحى كيدوز، هذيك كتسمى واحد السنه ربي دارها لنا باش ناخذ منها العبره. يعني راه ربي ما كينال لحومها ولا دماؤها، يعني كيناله غير ديك التقوى ديالك انت اللي كتقدم الله عز وجل. ديك القربان كتقدمو كهديه، راه غير الحسنات ديال ديك القربان اللي كتقدم الله. يعني كيقول لك غير ديك الشعر ديالو كله في الحسنات الا كانت نيه صادقه وكتذبح ديك الشيء لله عز وجل. يعني ليس بالتباهي، والانسان يصدق على الهدي، على ديك الهديه ديال الله. راه كيقول لك الثلث للصدقه والثلث للاهل والثلث للضيوف.
يعني الانسان يحاول يصدق من ديك الاضحيه ديالو، راه ماشي غير تقبض ديك الاضحيه وتبقى تاكلها بوحدك. وهذا الشيء غير بغيت نوصل لكم هذا الميساج. تحياتي ليكم، ونتمنى ان شاء الله هذا العيد يا ربي يلطف ويكون شويه ديال الرخاء في هاد العشر ايام اللي بقات ان شاء الله. احنا على ما كنشوفوا، على ما كنسمعوا، على ما مشينا لشي اماكن مختصه في هذا المجال ديال الاغنام، كاين الغلا، كاين كل المناطق وصافي. حنا كنهضروا على منطقه اللي مجاوره لمدينه فاس. كما كتشوفوا راه القصه والفيديو اللي كنهضر فيه راه مصور في مدينه فاس. وتحياتي لكم، احييكم، السلام عليكم ورحمه الله.